1 يناير 2026 سنة جديدة وبداية جديدة، بنكتب أهدافنا ونقول نقطة ومن أول السطر. بس خليني أسألك سؤال، ليه 1 يناير؟ اليوم ده بيعني لك إيه فعلا؟ مين قال إن ده هو نقطة البداية؟ بالنسبة لي 1 يناير مجرد رقم، بداية لسنة جديدة، لكن الموضوع مش نقطة البداية، الموضوع في قوة البداية، بداية يكون وراها معنى أكبر وأعمق، طاقة تسندك لما الحماس يهدى. علشان كده أنا اخترت نقطة بداية تانية. ورمضان مش شهر عادي، رمضان مساحة وعي بترجعك لنفسك، بتخليك تسأل نفسك أنا بعمل إيه وليه؟ إزاي أكون أحسن صورة من نفسي؟ إيه اللي هكمله؟ إيه اللي هوقفه؟ وإيه اللي هغيره؟ رمضان بيظبط البوصلة وبيخلي السؤال قبل أي خطوة يبقى هل ده يقربني أكتر من ربنا ولا يبعدني؟ وهنا الفرق. يناير بيديني حماس، لكن رمضان بيديني معنى. يناير بيديني بداية، لكن رمضان بيديني استمرارية. علشان كده رحلتي مش من يناير لديسمبر، رحلتي من رمضان لرمضان. وانت نقطة البداية اللي هتختار هي القيمة والمعنى اللي وراها، اللي هيسندك ويخليك تكمل حتى لما الحماس يهدى.